ندى انت داخله تتظلمي دلوقتي. انت عارفه ان ممنوع الاجازات في العيد صح؟ تمام. ايه الخطأ اللي انت ارتكبتيه؟ بتردي. حاضر يا حاج ما تزعقش. ها ايه الغلط اللي انت عملتيه؟ بصي هو لغايه دلوقتي قال لي ان هو عايز اجازه يوم الوقفه. مين ده؟ احمد. اه تمام. فهو دلوقتي انا ناسيه ان هو ان انا لما ياخد اجازه الوقفه ان انا هطبق اول يوم العيد كمان. انا ما عنديش مشكله ان انا اطبق يوم الوقفه. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي انا، فانا قلت له انا ما عنديش مشكله. لحظه بس احنا عايزين نرجع ورا. المفروض ان احنا ممنوع عندنا طلب الاجازه في العيد. اديتي له موافقه بان انت موافقه. انا ناسيه تطبيقه العيد خالص على فكره. لا هو احنا بنتكلم في حاجه ان هو اصلا ممنوع اجازه في العيد. انت قلتي موافقه على اساس ايه بقى؟ انا قلت له موافقه اطبق. قول للاستاذه بلغ. يعني اديتي له دلوقتي موافقه بالاجازه بالرغم ان الاداره نفسها منع الاجازه في العيد. طيب انا ماليش دعوه ان انا اوافق ولا ما اوافقش. دي حاجه ازاي ما انت اتنزلتي عن اجازتك عشان تديها له؟ لا انا ما اتنزلتش عن اجازتي. لا انت اتنزلتي عن اجازتك كده. اجازتي بكره. طب ايه اللي خلاكي قلتي له تمام؟ قلت له تمام. المفروض الرد الطبيعي يكون ايه وانت عارفه ان ممنوع بقالك سنتين في الشركه؟ ناسيه ان شفت بالليل ده بطبق له يومين. وهي القصه مش معاكي انت، الاجازات مش معموله عشانك. هي دلوقتي هو حاجه واحده، هو المفروض ان هو ممنوع الاجازات في العيد وانت عارفه. ايه اللي خلاكي قلتي له حسبتيها لنفسك بس؟ ايه اللي خلاكي قلتي له ماشي؟ الاستاذه والله. بس قلتي له قبلها؟ انا ما اعرفش كمان هو بلغ عن حسني ولا لا. ايوه ما تطلعيش من الموضوع. المهم ان انت اديتي له كلمه ايه؟ قلت له انا موافقه اطبق يوم الوقفه. وانت عارفه ان ممنوع يا فيش حاجه اسمها انا موافقه اطبق. في حاجه بالله اسمها ممنوع. عليكي خصم 3 ايام والله العظيم دي ما هتمشي غير بخصم ما كويس. تحلفش بالله. والله بجد دي ما هتمشي معاكي غير بخصم كويس. خصم 3 4 ايام عشان تمشي طب معاكي. دلوقتي دي نديها خصم على ان هي خدت اجراء بموافقه على طلب اجازه ولا خصم بكلمه ما تحلفش بالله للمدير بتاعها؟ لا ده كلمه على كلمه عشان بس انا كده هتلخبط كده خصم. اصل انا بقيت معاشره انا دلوقتي كده في خصمين حاجه وفي يومين قبل كده. وفي يومين اسبوعين خلاص. احنا قلنا هتشتغلي بدلهم اليومين دول وهتاخدي 17 اوردر زياده. القبض بعد العيد مفيش قبض. لا يا حاج ما هو كده بعد العيد بيهزر ولا ما كده بعد العيد يا حاج لسه الميعاد ما جاش. ماشي. انت هتقوم الشركه علينا ولا ايه؟ تقبضني بعد العيد. الخصومات قولوا أول ربنا حاجة. مفيش والله. هديه. ما اصل ميعادهم مش بعد العيد يا حاج، ميعادهم بعد لسه الاجازه هو كان هيطبقنا ربنا بعد القبض لسه يا حاج. عيد لا ايه؟ لا لا لا. ده ميعادهم لسه بدري عليه. هو عايز المهم بس يقبضنا بعد العيد. القبض 15/4 يعني على العيد الكبير المرتبات على العيد الكبير ان شاء الله. لو معاه والخصم كيلو لحمه انا موافقه. والخصم كيلو ضاني ولا ثواني بتهزر وهي دلوقتي والخصم بتشتكي. والخصم عندك 3 ايام لندى. واثنين 5. طب داليا انت انت داخله بتتظلمي في ايه اللي حصل؟ انا داخله ان دي دخلتني في الموضوع انا ماليش دعوه. ايه الموضوع؟ دي مشكلتي كلها. احنا نادين يا استاذه فجت هي مش كمان عليها تاني بقى. بتقول لاحمد هو احمد بيقول لها انا عايزه اخد اجازه. لا احكي الموضوع من الاول عشان الحاج يتكلم. ايه اللي حصل؟ داخله للحاج ليه؟ انت كمان داخله للحاج ليه؟ انا داخله حاجه عشان اقول لك ان انا ماليش دعوه بالموضوع. ليه بقى؟ اه عشان احمد قال اني هاخد اجازه يوم الوقفه، ندى قالت له لا بس انا هاخدها الوقفه، فانا قلت له يا احمد دي بقى لها شهرين ونص ما خدتهاش. لا وندى في تلك الحالات عارفه ان مفيش اجازه في العيد اساسا. وكانت عايزه تاخد اجازه. كنت عايزه اخد اجازه يوم الوقفه ماشي. المهم احمد قال لها يا ندى ده انا عندي وعندي وعندي عنده وكده إيه ومش بقى؟ هينفع، عنده مشوار مهم وحرام يعني عايز يعمل كام حاجه. يعني رايح فين؟ ما اعرفش والله ما قاليش. ما قالش بتفاصيل. هو قال يعني حاجات مهمه وكده. يعني هي رايح قالت فين؟ له ما قالكمش رايح فين؟ والله يا حاجه ما قالي ازاي ما قعدتوش على الموضوع ده انتوا الاثنين؟ ما اعتقدش انكم لازم تقعدوا هو رايح فين وهيعمل ايه. والله لو عارفه انت قلت لي. اصلا انتوا الاثنين مش هتهدوها كده يعني. هو قال مشوار مهم. طب وانت عديتيها؟ طب هي عدتها انت عديتيها؟ لا لا هتقولي لي؟ المهم هي قالت طبعا جت هي قالت له خلاص يا احمد. في واحده بتتكلم اهو. جت قالت له خلاص يا احمد خدها انت يوم الوقفه. يبقى انا مالي. ثواني لحظه قالت له ايه؟ قالت له خلاص يا احمد خدها انت مش مشكله. يعني بتوافق له بالنيابه عننا عن الاجازه. طب دي حاجه كده احنا انتوا مكبرين الموضوع. انت بقول كمان لك ايه؟ غلطانه وبتتكلمي. بقول لك ايه ما تكبريش الموضوع عادي هي. عارف امبارح انا قلت لها ايه؟ قلت لها انا مش هحرق ما دمي. عنديش مشكله.